هنتكلم دلوقتي حالا على اخر جدول، وهو الجدول الاخضر في محاضره النهارده. السكر الواطي والسكر العالي والغيبوبات بتاعتهم اللي احنا امبارح ادينا عنها معلومه تشويقيه، وقلنا السكر لما يقل يدخل في غيبوبه وتموت بعد ربع ساعه. فاكرين؟ يلا بينا كده مع بعض. بسم الله. السكر يقل لو اقل من 70 ويعلى لو اعلى من 110 وانا صايم، او اعلى من 140 وانا فاطر. صح؟ الارقام احنا حافظينها. لو اقل من 70 سكر واطي، اعلى من 110 في الصيام سكر عالي، اعلى من 140 في الفطار سكر عالي. السكر الواطي اعراضه هتبقى ايه؟ لما سكره يقل هيشتكي من ايه؟ والله السكر ده هو الغذاء بتاع الجسم، وهو الغذاء بتاع المخ. لما سكر الدم يقل يعني الغذاء هيقل، يبقى الغذاء اللي بيوصل للمخ هيقل، فالبني ادم هيبقى دايخ ومصدع زي الضغط الواطي بالظبط. هو مهبط ودايخ ومصدع، الغذاء بتاع المخ قل. طب لو السكر فضل يقل جدا بقى لحد لما وصل 50، لو السكر بقى اقل من 50 مللي جرام في الدم، يحصل على طول ساعتها غيبوبة سكر واطي. صاحي ولا مغمى عليه؟ يعني دخل في غيبوبة ولا كان صاحي ولسه ما دخلش في غيبوبة؟ لو هو صاحي فياكل ويشرب، صح؟ لو هو صاحي وسكره واطي تقدر تاكله او تشربه ميه بسكر، عصير، اي حاجه. طب لو مغمى عليه دخل في غيبوبه، قلنا ايه؟ قلنا ممنوع اعطاء الشخص الفاقد لوعيه اي شيء داخل الفم، صح كده؟ عشان هيخش على مجرى الهواء هيشرق ويموت. طب نعمل ايه ساعتها بقى؟ ما ينفعش نديله ميه بسكر في بقه او كراميلايه في بقه او الحاجات دي خالص. نحط على طول كراميلايه او لبنايه تحت